السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما بعود حضراتكم معايا ان احنا هندخل الفيديو علشان نشوف الحاجة اللي احنا عايزينها بس. فانا ما بحبش اطول في المقدمة. موضوع الحلقة بيقول ايه؟ كيفية ايداع على منصة بينانس من محفظة فودافون كاش بتليفونك. لا هتحتاج وسيط ولا تفتح موقع يقول لك حول لي مبلغ قد كده عشان تستلمه كده واكتب رقم محفظتك وابعت رسالة مش عارف ايه. مفيش الكلام ده. هتطلع تليفونك وتخش معايا على الدرس العملي. يلا بينا ندخل على الشرح على طول. هنفتح منصة بينانس مع بعض، وبعد كده هنضغط على كلمة ايداع. هنختار التداول من شخص لشخص، وبعد كده هندوس على كلمة شراء USDT. متعملش اي حاجة، زي ما هي شراء USDT. وبعد كده هتختار الانتقال الى التداول من شخص لشخص. هتفتح معاك الصفحة بالصورة دي. حضرتك هتيجي على كلمة الدفع هنا، هتختار وسيلة الدفع اللي انت هتدفع بيها فودافون كاش، وبعد كده هتدوس على كلمة تأكيد. وبعد كده هتيجي على كلمة المبلغ. طبعا حضرتك عارف ان اقل حاجة هي هتبقى 90 جنيه، اقل شركة بتبقى 90 جنيه. فاحنا هندوس 90 جنيه وندوس تأكيد. هيجيب لك اول عرض ليك فوق ده اهو، انا معلم لك عليه. العرض ده بيبقى انسب عرض ليك. هتنزل تحتيه بيبقى اغلى، تحتيه هيبقى اغلى، يعني فوق 48 و35 قرش، تحتيه هنا 48 37 قرش كده، بيزيد بيزيد بيزيد. فانت خليك في اقل حاجه، لان انا بقول لك في الفيديو ده ان انت هتتعامل بدون عملات وبدون شركات وسطاء ولا بنك، موقع بنك الكتروني بيقول لك ادخل رقم المحفظه وبعت لنا مش عارف ايه وعايز تستلم على ايه. فكك من الكلام ده، ده شرح مباشر. هنقوم دايسين على كلمه شراء. بعد كده بيقول لك اهو باستخدام العملات المحليه وباستخدام ايه عبر العملات الرقميه. احنا هنخلينا باستخدام العملات المحليه لان احنا هنبعت فودافون كاش، ودي المحليه عندنا في مصر. هنا حضرتك بقى بتكتب 90 جنيه. بيقول لك ستتلقى $1 و86 سنت من عملة USDT. وبعد كده هندوس على كلمة شراء. هتفتح معانا الصفحة دي. تم انشاء الامر اهو. حضرتك كل اللي عليك بتدوس على كلمة الرسائل دي كده. حضرتك بتخاطب الشركة، تمام. هتدوس على الاكس اللي هنا دي بس عشان تلغي الكلام اللي قدامك ده. بيقول لك ارجو ان يتم ارسال المبلغ كاملا حتى اقوم باتمام العملية البيع ودوام الود بيننا التقييم المتبادل ان شاء الله، تمام. هتقف على كلمة عرض تفاصيل الدفع. ادي بيانات الشركة. هنا بيقول لك ستقوم بدفع 90 جنيه فول نيم محمد لمحمد، هتبعت له ال 90 جنيه. وبعد كده بيقول لك فودافون كاش نمبر، ادي رقم المحفظة اللي انت هتحول عليها. بتدوس على كلمة نسخ من هنا كده، تم النسخ. وبعد كده حضرتك ما بتدوس بقى على ايه، على حاجة تاني. حضرتك بترجع يقول لك هنا تأكد من نجاح عملية الدفع ثم انقر الزر الأدنى لاختيار البائع. يعني انت اول ما تبعت حضرتك دلوقتي هتخرج بره، هتعمل الكود بتاعك بتاع التحويل -9 -7. وبعد كده حضرتك هتضيف رقم المحفظة بتاع محمد ده من على بينانس. وبعد كده حضرتك هتدوس على نجمة وتكتب ال 90 جنيه بتوعك وتدوس شباك. وبعد كده هتدوس اتصال. بيقول لك ادخل الرقم السري بالانجليزية لتحويل 90 جنيه. طبعا حضرتك هتقف هنا وهتكتب رقم المحفظة بتاعك وهتدوس على كلمة ارسال. هنرجع تاني هنا. حضرتك هتقف تاني على الرسائل هنا، وبعد كده هتقف على علامة الزائد دي، وبعدين هتدوس على الصورة من هنا وتقوم مختار السكرين اللي حضرتك خدته بتاع التحويل وهتدوس على ارسال. خلاص كده هيوصل له. وبعد كده هتقوم دايس تم التحويل اختر البائع. هتقوم دايس على هنا دي كده. وبعد كده البائع دقيقتين بالظبط هتلاقي الرصيد في حسابك. لو العملية دي ما نفعتش معاك حضرتك اعمل لي بلوك والغي اشتراكك معايا في القناة، ما تتابعنيش اصلا تاني. حضرتك بيجي لك على طول التحويل على بينانس فوري بيخش لك الرصيد فوري. جربها وقول لي رأيك في الكومنتات.
الشرح كان مبسط وعشانك انت، علشان كده انا عايزك تشترك معايا في القناه عشان تستفيد بكل معلومه صغيره او كبيره بنزلها في القناه. ما تنساش تعمل الجرس على الكل وتعمل لايك للفيديو. الى اللقاء، اشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.